نمشيو نستقبلوا ضيفة ليلى شويل فقرات نجوم ونجوم. خليكم معنا. وضيفتنا اليوم معك ليلى شوي جاتنا من الامارات ياك؟ اكيد هي مغربيه طبعا. مغربيه اكيد مغربيه مليون في المية. اذا حاضره معنا فنانه تشكيليه من الطراز العالي، فنانه تالقت في مجموعه من المعارض، تالقت بالفن ديالها الفن التشكيلي ونجزات مجموعه من الاعمال غادي نتعرفوا عليها خصيصا في حلقه اليوم من صباحيات دوزام. مرحبا بك لمياء منهل. انا قلت في بدايه البرنامج منهل، انت منهل. لمياء منهل. لا لمياء منهل. منهل مرحبا بك صباحيات دوزام. كنشكركم وانا من متابعين صباحيات دوزام ديما واخا بعيده كنتفرج فيكم ونتابعكم الفانز ديالكم كاملين. مرحبا بشرف انك تكوني حاضره معنا ونتعرفوا عليك عن قرب ونعرفوا بك اكثر لكل المشاهدين ديال صباحيات دوزام. وكنكونوا فخورين بزاف باش تكون فنانه تشكيليه. حيت انت فنانه تشكيليه. ربي يخليك. حيت انت فنانه تشكيليه. حيت الشق الفن تشكيليه. نون قالوا لك انت فنانه قبل لا؟ درت لك كل بوز. سي بور سا. بدات تكون جايه. غتفهميني اكثر. اذا تبارك الله عليك، لا واحد تبارك الله كتعبر على اللمسه ديالك الفنيه. حنا غادي نتعمقوا ونتعرفوا على هذه اللمسه هذه اكيد، وغنتعرفوا على النجاح ديالها كذلك في الابداعات ديالها واللمسه ديالها اللي ضافتها في اللباس ديالها، لان هذا هو اخر يعني اخر الابداعات ديالها في الفن التشكيلي. حنا غنمشيو معاك دقه دقه كما تنقولوا. بديتي البدايات ديالك كيفاش كانت؟ واش كانت من المغرب ولا من الامارات؟ وعلاش بالضبط ماشي من المغرب؟ علاش من الامارات؟ لا انا بديت من المغرب. انا 16 عام كفنانه تشكيليه، درت عده معارض في المغرب وبشويه بشويه من بعد مشيت ديالك فني ولا لا؟ لا ماشي فني ميساميه. مي من بعد بشويه بشويه بديت كناخذ دي كور، وليت كنعرف سي كوا لي كولور سي كوا لي ماتيير. ومن بعد مشيت الامارات غير فاكونس. عجبني الحال، جبت طابلوياتي وعرضت تما اول عرض، ومن بعد صافي سنيت معاهم عقد انني نمثل المغرب العربي في العالم العربي. ومن بعد منها رجعت جلست غير شي شهرين، درت 5 المعارض. وكان اول عرض غيدار في الفورمولا 1 في ابو ظبي، كان معرض ديالي انا. كان الحضور ديال جلاله الملك الله ينصرو، وقالوا بان خاص يديروا معرض لشي وحده مغربيه وكنت انا. من بعد منها بديت كنعرض بشويه بشويه في قصر الامارات في لي غالغي، حتى وليت مستشاره فنيه بالارت هاب. اكيد تبارك الله عليك. وليت مستشاره فنيه بالارت هاب اللي هو اكبر مجمع ثقافي للفنون بالعالم العربي. تبارك الله. وبشويه ولاو كيلقبوني كسفيره الفنانين المغاربه، لانه انا كنظم شهر الفن التشكيلي المغربي كل عام. كنجيب فنانين مغاربه 5 ولا 6 من المغرب. من المغرب كنستضيفهم شهر كامل. كنديروا تماجس الثقافات ما بين الثقافه المغربيه والاماراتيه، وكيحضروا طبعا افتتاح كيستقبلهم وزير الثقافه تما، وكيحضروا شخصيات وسعاده السفير المغربي، اضافه الى ان جميع القنوات كلهم كيرحبوا بالثقافه المغربيه. اضافه الى ان هناك جاليه مغربيه لا يستهان بها هناك في الامارات. تبارك الله غادي وكتطلع الجاليه المغربيه الحمد لله. والحمد لله ولاو مغاربه على مستوى، وبدات بدات كتفتح، بداو كيتفتحوا بزاف على الثقافه المغربيه رغم انهم كيعرفوا شنو هو المغرب مزيان. اكيد. اللوحات ديال لمياء باش تعرفت، شنو هي اللمسه اللي تعرفت بها انا من الفنانين النادرين اللي كنخدموا غير بالاصابع، ما كنستعمل لا ريشه لا حتى شي حاجه. كنفضل نقيس اللوحه ونتلمس الماتيريال بصباعي. اللمسه اللي تعرفت بها هي حركه الناس كحركه ناس مغربيين تقليديين، هي نفس الحركه اللي عندي في حوايجي. فهاد الحركه كنتعرف بها بزاف، وعندي حركه الناس اللي كيشوف لوحاتي كيعرف بانهم ديولي. شحال من مانيكور كديري في السيمانه؟ كل نهار. شحال من مانيكور دابا اللي في الخميجه ديالك واش بيديك مثلا؟ بصباعي بصباعاتي. تبارك الله عليك. اللوحات ديالك هي لوحات تجريديه من التراث المغربي ياك؟ انا سمعت بان عندك يعني كتكون على ورق من ذهب من عيار 24. بغيت نفهم هذا بين قوسين، بغيت نفهمها كيفاش هذا الورق من ذهب اللي هو من عيار 24. انا فنانه تشكيليه مختصه في التجريدي ونصف التجريدي ورمزي، وكنخدم بورق الذهب 24 قيراط و18 قيراط. نفس الشيء. بعض المرات كندير لوحات قرانيه او لوحات بنفس البصمه ديالتي عليها خيول او شي حاجه بورق الذهب. فكنت من الاوائل اللي دخلوا الورق الذهب للامارات، والحمد لله دابا بداو كيتعرفوا عليه، بداو كيخدموا به. والحمد لله كيتمشى بزاف. شكون اللي كيجي ياخذ اللوحات ديالك لمياء؟ شكون اللي كيشري اللوحات ديالك؟ لان كنظن بان غادي تكون غاليه بزاف هاد اللوحات هادي. بكل تواضع.
كل تفضل. كاين على حسب اللوحه واللوحه، فاسعاري كتختلف. بيان سور شويه اسعار عاليه، وكي ياخذوها ناس كوليكتورز ولا بعض المرات كيكونوا شيوخ ملوك ناس مهمين في المجتمع. تبارك الله عليك ما شاء الله. حنا كنهضروا معاك وفي نفس الوقت كنشاهدوا اللوحات ديالك وكنقربوا الفن التشكيلي ديالك لكل المشاهدين. شنو هي الرساله ديالك من خلال هذه الاعمال اللي كتقدمي؟ انت عندك رساله معينه؟ انا كنحاول ندعم الفن، اي فنان، والفن خاصه في الامارات او في الخليج. ف كنقول لاي واحد فنان تشكيلي اصبر، واذا كان عنده شي طموح يتابعه حتى يوصل له. يعني الصبر هو مفتاح الفرج. اكيد. ولكن في اللوحات ديال منهل انا مازال ما خديتش منك الجواب. شنو كتبغي توصل من ناحيه اللوحات ديالك؟ شنو هي رسالتك في اللوحات ديالك؟ ملي كترسمي شي لوحه اكيد كتعبري من خلال ديك اللوحه على شي حاجه. كل لوحه عندها رساله خاصه بها وعندها احساس خاص بها. من اغلب رسالاتي كيكون فيهم حب الحياه. حب الحياه. الا لاحظتي اغلب لوحاتي كيكون فيهم الوان ديال الحياه وحركه الناس. يعني كنبغي الناس، كنبغي الحياه، فحب الحياه. الوغ شاركتي في اشهر المعارض اكيد، اكثر من 35 معرض فني. واش كلها كانت بالامارات ولا كانت بالدول الاخرى؟ لا، اكثر من 35 معرض غير في الامارات لمده سنتين ونص، عامين ونص، والباقي من غير هنايا. تبارك الله انا وصلت اكثر من 60 معرض في العالم. في الدار البيضاء كانت؟ في الدار البيضاء عندي معارض، صيفط لوحات لبيروت، باريس، من غير الامارات، البحرين. يعني ما شاء الله تبارك الله عليك ما شاء الله عليك. حنا كنا بغينا نشوفوا البلاطو ديالنا مزيين باللوحات ديالك، ولكن ان شاء الله انا ما بقيتش مقيمه في المغرب، بس ان شاء الله المره الجايه ملي نكون جايين نجيب لكم لوحات على راسي. هذا وعد من عندك. وعد من عندي. نجيب لكم اللوحات والحوايج الليله. لأنها كانت في الكواليس هي كترسم حتى على الحوايج. اكيد دونك عندها ولا ستيليست، فوالا عندها لو ستيليزم. هذا الشيء اللي كنا باغيين نختموا بها ليا، لان مؤخرا اسست واحد العلامه ديال الازياء خاصه بك وفيها الطبعه واللمسه ديالك بيدك. اذا كيفاش جات الفكره وشكون اللي شجعك على انك كنت غير فيما كنسبق كنقيس حوايج تجيناتي، وانا كنبغي نسبق وانا لابسه مزيان، ما كنبغيش نسبق وانا كنبغي بالحوايج نخرج بهم. فبقاو لي تاتش كيبقاو، من بعد قلت سي اون بون ايدي، كنت كنقول لي سي جولي سور لي جين، وبديت كنخدم هكذا. اي ابري ايزون كومونسي دي ستار تما ا دوموندي، بداو كيطلبوا لي الحوايج هكا ببلاغ، وبشويه بشويه صافي سميت الفني ارت كوليكشن، وان شاء الله غادي يلبسوها لي ستار دو هوليوود. كاينه شركه طلبوا مني غادي يلبسوهم ان شاء الله في نوفمبر وفي ديسمبر. تبارك الله عليك. وشوف السيدات المغربيات تبارك الله فين واصلين ما شاء الله عليك. كنشكرك وحنا فخورين بزاف بزاف لم يأمنها بالحضور ديالك معنا اليوم، وان شاء الله توعدينا مره اخرى بالجديد واعمال اخرى ان شاء الله. ضروري. انا كنشكركم بزاف كاملين. وتجيبي لنا لوحات. لا وعد ما ندير.